السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. عملت فيديو قبل كده وقلت لكم فيه عن ايه اكتر حاجه غيرت حياتي 180 درجه، ومن ضمن الحاجات اللي انا كمان اتعلمتها من الفتره دي وهي ازاي تكون شخص راضي. لما توصل لشعور الرضا في حياتك دي من اكتر الحاجات اللي هتخليك تعيش مرتاح ومبسوط. ازاي اصلا وصلت للمرحله دي وازاي بقيت راضيه عن حياتي وراضيه عن كل مشكله وكل ابتلاء بيحصل لي. لو انا مثلا استغفر الله العظيم، لو انا مثلا بمشي حياه بني ادم، او ان انا اللي بقرر حياته دي هتبقى ماشيه ازاي، او انا اللي بخطط حياه الشخص ده هتبقى ماشيه ازاي، والشخص ده كان عايز حاجه معينه جدا وهيموت وان هو يوصل لها، ودي اكتر حاجه ممكن يكون نفسه فيها كمان، وجيت انا اخدت الحاجه دي من الشخص ده، او ان انا اصلا ما وصلتش الشخص ده للحاجه دي، منعته منها عشان دي حاجه هتاذيه او مش دي الحاجه المناسبه ليه، وشلتها منه علشان انا عايزه اديله حاجه تانية احسن واغلى واقيم بكتير قوي من الحاجه اللي هو كان عايزها دي. وجي الشخص ده مثلا نقم عليا وقعد يقول لي انت ظالمه، انت ليه عملتي كده، وقد ايه انت وحشه وما اعرفش ايه. انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هل انا هاجي اديله الحاجه اللي انا كنت محوشاها له، او الحاجه اللي انا كنت بجهزها له، او الحاجه اللي انا كنت عايزه اديها له واللي هي احسن واقيم واغلى بكتير قوي من الحاجه اللي هو كان عايزها؟ انا بقى ساعتها لما الشخص ده يجي يقول لي كده انا هعمل ايه مثلا؟ اكيد ان انا مش هديله الحاجه دي مثلا، او ان انا حرفيا اللي هو خلاص ده انا بعمل معاك حاجه كويسه، او انا بعمل معاك حاجه خير وانت جاي تقول لي كده، فخلاص انا مش هديك الحاجه دي. فطبعا لله المثل الاعلى. تخيل بقى ان انت ربنا بيمنع عنك الحاجه الغلط اللي هتاذيك، او الحاجه اللي فعلا مش مناسبه ليك، او الحاجه اللي مش خير ليك، ربنا بيمنعك منها وبيمنعها عنك وبيبعد عنك الحاجه دي عشان هي وحشه، او الحاجه دي مش خير ليك. هيديك حاجه تانية احسن بكتير، وانت تيجي تقول ليه يا رب عملت كده، وتنقم وتزعل وتتضايق وما تبقاش راضي من جواك. ساعتها ربنا هيديك على دماغك كده. انت متخيل انت قد ايه وقح مع ربنا، ان ربنا بيديك، ان ربنا شايل لك الحاجه الاحسن بكتير وانت نقمت واتضايقت وزعلت. لكن انت لو رضيت، او ان انت حاولت ان انت على الاقل من جواك ترضى، جهدت نفسك حتى لو انت مش قادر تعمل ده، ان انت ترضى بقضاء ربنا ليك، صدقني هتلاقي ربنا بيرزقك باضعاف اضعاف كمان الحاجه الكبيره اللي هو كان شايلها لك. وساعات بيبقى ده اختبار لينا من ربنا، ان احنا مثلا ربنا عايز يختبرنا، يشوف احنا هنعمل ايه لما مثلا انت يكون نفسك في حاجه وسعيت لها وتعبت علشانها، في الاخر ربنا ما ادكش الحاجه دي. تخيل بقى ان انت مثلا ترضى بقى فوق ده كله، ان انت تعبت وسعيت ان انت ترضى، فاكيد ربنا ساعتها هيجازيك على ده باضعاف اضعاف الحاجه اللي انت كنت عايزها والحاجه اللي انت كنت بتتمناها. ساعات كتير بيبقى مثلا احنا بنزعل على حاجات مش موجوده عندنا او كده، بس لو بصينا للحكمه ان الحاجه دي لو كانت موجوده كانت ممكن تبقى اذى لينا. ان مثلا في ناس مثلا عندهم فقد في حد معين في حياتهم، مثلا ما اتجوزوش، ما عندهمش اب، ما عندهمش ام، طب ليه مثلا ما نبصش للجانب الايجابي، انه ده اختبار من ربنا لينا، انه يشوف صبرنا على الحاجه دي، وان الناس اللي بتصبر ربنا هيوفيهم اجرهم بغير حساب زي ما قال في القران. فده بيكون احيانا اختبار من ربنا لينا، واحيانا بيكون تكفير ذنوب عن حاجات احنا عملناها، وده برضو خير لينا، انه ربنا يكفر عن الذنوب اللي احنا بنعملها، مثلا انه ربنا يدينا ابتلاء معين علشان ربنا عايزك تتوب او تفوق عن حاجه كنت بتعملها غلط، او ان ربنا شايل لك حاجه تانية احسن. كل الحاجات دي ليه ما نحطهاش في حساباتنا ونفكر فيها؟ لو غيرت تفكيرك وغيرت طريقه تفكيرك عن الحاجه دي، صدقني هتلاقي نفسك بترضى، هتلاقي نفسك الموضوع بقى اسهل بالنسبه لك بكتير. حتى لو انت مش قادر تعمل ده، جاهد نفسك. انت اصلا مجرد جهادك على ان انت ترضى بحاجه، او ان انت تعمل حاجه ترضي بيها ربنا، ده لوحده انت اصلا بتاخد عليه ثواب. دايما ادعي ربنا واحكي في ربنا، واحكي في صلاتك او حتى بره صلاتك عن كل الحاجات اللي انت نفسك فيها وكل اللي انت عايز تقوله لربنا. ودايما خلي عندك رضا من جواك ان اي حاجه انت ما خدتهاش فهي خير ليك، وان اي مشكله بتحصل في حياتك او اي ابتلاء او اي حاجه بتحصل في حياتك فهي خير ليك، ان ربنا دايما بيختار لنا الاحسن لينا، او ان ربنا بيكفر عننا ذنوب، او ربنا بيختبرنا، بيختبر صبرنا، وفي الاخر كل الحاجات دي كلها انت بتاخد عليها ثواب. افتكر دايما ان انت لما بترضى بيكون ليك ثواب كبير جدا في الدنيا وفي الاخره. بس كده، ده اللي انا كنت عايزه اقوله في الموضوع ده. ولو حابين نتكلم عن حاجات تانية شبه كده كتير، قولوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها، او نكمل كلام في الحاجات اللي شبه كده ولا لا. ولو حد الكلام ده بيفرق معايا برضو قولوا لي في الكومنتس، عشان دي حاجه بجد بتفرحني جدا ان كلامي يفرق مع حد فيكم، ان هو ياخد خطوه في الدين او ياخد خطوه كويسه في حياته. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان ناس كتير تشوفه، كمان ابعتوا الفيديو ده لاي حد محتاج يسمع الكلام ده. ولو عايزين تسالوا في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم. بس كده، باي باي.